النهارده هنتكلم عن مصادر التاريخ المصري القديم. التاريخ المصري القديم اكتر تاريخ اعتمد فيه ناس على خرافات وبيتكلم فيه وهو مش عارفين. احنا النهارده هنتكلم زي ما قلنا عن انت تعرف منين احنا كاثريين جبنا المصادر بتاعه القصص دي كلها وعرفناهم ازاي وعرفنا عملوا ايه واتولدوا وعاشوا امتى وسنه كام وايه انجازاتهم وحياتهم دي كلها. ممكن نبدا؟ خش على التتر يا سؤال. شحساتون. المصادر المصريه القديمه، وخلينا دايما فاكرين ان المصادر اللي بتاخد من التاريخ المصري القديم هي اللي بتربط اثار الحاضر بتاريخ الماضي. وعندنا 7 مصادر بنتاخد من الاثار المصريه القديمه: حجر باليرمو، بردية تورين، تاريخ مانيتون، قائمة سقارة، قائمة الكرنك، قائمة أبيدوس، وأخيرا نصوص الأنساب. ونبدأ بحجر باليرمو. حجر باليرمو هو حجر كان موجود في معبد من معابد منف، اتناقش في سطور رئيسية من فوق لتحت على وجهين الاتنين، أسامي ملوك من قبل الأسرة الأولى لحد أواخر عصر الأسرة الخامسة. الحجر دوت اتناقش في أواخر الأسرة الخامسة أو أوائل الأسرة السبت. أما سبب تسمية الحجر دوت بحجر باليرمو فبترجع إن لما اتعثر على الحجر دوت كان موجود 6 قطع منه، أكبرها وأهمها موجود في متحف باليرمو بصقلية اللي في إيطاليا، وعشان كده استمد منه الاسم ده. والأربع قطع التانيين موجودين في متحف القاهرة بالتحرير، أما القطعة الستة موجودة بمتحف الجامعة بلندن. ايه اهميه بقى الحجر دوت؟ الحجر ده بيمدنا ب3 حاجات مهمه. ايه هي؟ اولا اسامي الملوك اللي حكموا من قبل الاسره الاولى لحد اواخر الاسره الخامسه، تحديدا الملك نفر إركرع. تاني حاجه مده حكم كل واحد منهم. ثالثا اهم الاحداث اللي حصلت في عهد كل واحد من الملوك ديت. وده يعتبر مصدر رئيسي ومهم من المصادر المصريه القديمه اللي بيعتمد عليها الاثريين في دراسه التاريخ المصري القديم. ملحوظه كده صغيره لمحبي اللغه المصريه القديمه والخط الهيروغليفي خاص: نفر إركرع هنترجمها ترجمة حرف دلوقتي اللي هو اسم الملك اللي في آخر في أيام الأسرة الخامسة. نفر معناها جميل، وإير معناها يرى، كا ودي معناها الروح، ورع اللي هو المعبود رع أو الشمس، بيرمز كمان للشمس. أما الاسم حرفيا معناه يرى جمال روح رع. يعني لو حبيتوا تترجموها بالمعنى الحرفي للاسم الملك دوت. واسم الملك زي ما اتفقنا ليه 5 ألقاب، وده كان اللقب الملكي للملك نفر إيركا.